اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض فراخ مشويه في الفرن بطريقه سهله، تتبيله بجد لذيذه جدا وبسيطه. وهنعمل معاهم شويه بطاطس بالبهارات كده في الفرن، خفاف جدا وطعمهم تحفه بدون اي صلصه. اتمنى ان الفيديو يعجبكم والطريقة كمان، وتجربوها وتقولوا لي كده رأيكم بإذن الله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب أو اشتراك للقناة، وتعالوا نعمل مع بعض ألذ فراخ مشوية بطريقة سهلة وبسيطة، ومعاهم شوية فراخ بساط جدا. دي الفراخ اللي انا هشويها. طبعا تقدري تستعملي صدور او فراخ كاملة، انا عملت بس الاوراق، عملت كده لكل واحد فينا ورك. طبعا الفراخ مغسولة كويس قوي بالملح والليمون ومتصفية من المية. التوابل بتاعتنا توم باودر، بصل باودر، وشوية جنزبيل، وشوية فلفل اسمر، وبابريكا، والملح بتاعنا. هنتبل التوابل او هنتبل الفراخ بتاعتنا بالتوابل كده على الجاف. هنحط شوية عصير ليمون، والحاجة اللي هتديها طعم بجد رائع حوالي كده معلقة كبيرة من المستردة، وشوية من الزيت، زيت نباتي، زيت ذرة، زيت زيتون، اللي يريحك الموجود عندك اعملي بيه. وهبدأ ان انا اعمل التتبيلة كده على الفراخ، واحاول ادخل كده من جوه على اللحم كويس قوي. اعمل الوراك من فوق لتحت وهسيبها كده يعني من 2 ل4 ساعات. طبعا كل ما نسيبها في التتبيلة بتشرب منها، بس انا شايفة ان 4 ساعات كافي. وبعدين هنغطيها بفويل وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 ونسيبها تستوي. هعمل معاكم بقى حاجة حلوة قوي. بعد ما الفراخ تستوي هنحط معلقة من الصويا، ومعلقة من الكاتشب، ومعلقة من العسل. الخليط ده نقلبه كويس مع بعض، ولما الفراخ تستوي بفرشة كده وندهن وش الفراخ وندخلهم تحت الشواية، هياخدوا لون وطعم بجد لذيذ جدا جدا. وبعدين هنجيب بطاطس نقشرها ونقطعها مكعبات، ونغسلها ونصفيها من المية. نحط عليها بقى شوية بابريكا، شوية زعتر، ممكن شوية فلفل أسمر، حابين تحطوا توم باودر، حابين تحطوا بصل باودر. أنا حطيت بس دول، ولو حابين تزودوا أي بهارات تانية ماشي. حطيت برضو شوية ملح، رشة خفيفة كده، ممكن نحط عليها كمان شوية زيت زيتون. وفي الاير فراير نقلبهم كويس طبعا عشان يتبلوا، وفي الاير فراير ونحطهم علشان يستووا. طبعا لو ما عندكيش اير فراير عادي جدا، ممكن ان انت تعمليهم على الفرن. انا اوقات لو الاير فراير مش فاضيه بعملهم على الفرن، صينيه واحط عليها ورق زبده، وافرد الفراخ بتاعتي البطاطس بتاعتي بعد ما تبلتها، ودخلها في الفرن بتستوي وبتاخد لون كده محمر خفيف. وده شكل الفراخ. طبعا طلع من الفرن بعد ما استوى، دهنته بالتوبينج اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو صويا صوص وعسل وكاتشب، فرشة خفيفة عشان ياخد اللون الحلو ده تحت الشواية. وكمان بيدي طعم حلو قوي وانتوا بتاكلوا. تتبيلة بسيطة جدا، مش محتاجين يعني بهارات كتير ولا حاجة. عملنا شوية فراخ حلوين قوي. وزي ما قلت لكم التتبيله دي تنفع للوراك الكامله، وتنفع للوراك والصدور بس، والفراخ الكامله اللي هي وراك والصدور. وتقدروا تعملوا بقى شويه سلطه، شويه خضار، ويبقى دي وجبه كامله متكامله. طعمها بجد لذيذ، خفيفه، صحيه. والاهم من ده ان هي طعمها بجد لذيذ جدا جدا. تتبيله رائعه، جربوها ان شاء الله في الفراخ هتعجبكم قوي قوي. وكمان البطاطس بالطريقه دي طعمها بجد لذيذ جدا، حتى الاطفال هيحبوها جدا جدا، ومش مكلفه وما بتاخدش وقت خالص. وبجد طعمها لذيذ جدا وسهله. يعني لو انا محتاجه اعمل بطاطس وما عنديش وقت بعملها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه.